النهاردة هنشوف الفيديو ده ازاي بنذاكر لتاسك 2 writing. ازاي بنعمل الجمل دي جواها كلمات انا فاهم معناها كويس، وكمان رابط الجملة بجرامر مظبوط مناسب مع الكونتكست اللي بتكلم عليه. لاني لو ذاكرت كلمات وجمل وجرامر ومعرفتش اعمل بيهم باراجراف متصل ببعض، يبقى مش هيبقى عندي كوهيجن، يبقى الاساي بتاعي هيطلع ضعيف والسكور كمان هيطلع قليل. الموضوع اللي هنشتغل عليه النهاردة اسمه ريسايكلينج، ومن أكتر الموضوعات والتوبكس اللي بتيجي في الآيتس Writing Task 2. الجملة الأولى اللي عندنا بتقول Even though the world has faced environmental destruction, some individuals still don't recycle their waste. ابتديت blinking words even though، واستخدمت present perfect علشان العالم بدأ يواجه المشكلة دي في الماضي وستيل لغاية الحاضر بيواجهها. وفي الجرامر لما بتكلم على شيء حصل في الماضي وستيل مربوط بالpresent بستخدم present perfect. environmental destruction يعني تدمير البيئة. some individuals still don't recycle their waste، والwaste هي أي بواقي فضلات، أي رابش احنا بنخرجه من البيت ومش محتاجين له ومش بنعمل له إعادة تدوير. دي كانت الجملة الأولى. الجملة التانية هتشرح المينينج أو الجملة اللي أنا قلتها بس بزيادة وبتفصيل أكتر، ودي اللي بنسميها جملة الإكسبلينيشن. الجملة بتقول in other words, as global warming is difficult to demonstrate and fully appreciate, most people don't have the desire to change their ways of processing waste. ابتديت بlinking words برضو in other words. in other words عشان أنا هشرح فمناسبة جدا مع معنى الجملة. global warming الاحتباس الحراري، ولازم نزود حصيلة كلماتنا الخاصة بمواضيع الآيلتس، وهسيب لكم لينك فوق في الفيديو بيتكلم بس على الكلمات اللي ليها علاقة بالبيئة. is difficult to demonstrate إن هي تتشرح أو الناس يفهموها أو حد يوضح لهم الفكرة دي، المشكلة اللي اسمها الاحتباس الحراري دي هي ايه. and fully appreciate، وإن هي تتقدر، الناس تقدر فكرة الاحتباس الحراري ويحسوا فعلا بالمشكلة اللي احنا عايشينها. most people don't have the desire يعني الرغبة، ما عندهمش الرغبة يعملوا ايه to change their ways of processing waste، ان هم يغيروا طريقة معالجتهم للويست اللي بيخرج من البيوت بتاعتهم. ليه؟ لان الجلوبال وارمينج صعب ان هو يتشرح ويتفهم، عشان كده هم ما عندهمش الرغبة انه يغيروا في طريقتهم. يبقى انا في الجملة دي انا عملت ايه؟ انا شرحت الجملة الأولى اللي هي بتقول إن في ناس كتير ما بتعملش ريسايكلينج. ليه ما بتعملش ريسايكلينج؟ علشان المصطلح بتاع الجلوبال وارمينج مش واصل للناس كفاية ومش واضح لهم. دلوقتي هنقرا الجملتين دول مع بعض وهنلاقي قد ايه هما مربوطين جدا ببعض. مربوطين ببعض يعني ايه؟ يعني فيهم coherence، يبقى هما كجمل لوحدهم الجرامر صح والكلمات مظبوطة يبقى cohesion، ولما يكون الجملتين ليهم علاقة ببعض وبيكملوا بعض في نفس الايديا والمين توبيك يبقى انا عندي coherence. Even though the world has faced environmental destruction, some individuals still don't recycle their waste. In other words, as global warming is difficult to demonstrate and fully appreciate, most people don't have the desire to change their ways of processing waste. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. تابعوني دايما في مفاجأة قريبة للناس